النهارده انا جاي اتكلم على بطل من ابطال رمضان، بس هو بطل حقيقي، مش بطل في مسلسل ولا بطل في فيلم ولا حتى بطل في برنامج. هو بطل من ابطال مرضى السرطان. واحنا دورنا كاهل او اصدقاء حوالين مريض السرطان، زي ما احنا بنحافظ على علاجه، احنا كمان مطالبين ان احنا نحافظ على حالته النفسيه، لان الحاله النفسيه مع مريض السرطان بشكل خاص ومع اي مريض بشكل عام من الحاجات اللي بتحسن من جهاز المناعه وبتخلي الجسم يبقى فيه يعني استجابه افضل للعلاج اثناء فتره التعب. واحنا بنتعامل مع مريض او بطل من ابطال مرض السرطان، في كام حاجه مهمه جدا كده. رقم واحد، ان هو لو الدكتور المعالج بتاعه منعه من الصيام، لازم نشجعه طبعا ان هو يكمل علاجه، وفي نفس الوقت نشوف بقيه العبادات المتاحه ليه ان هو يقدر يشارك فيها عشان حالته النفسيه. رقم اتنين، التجمعات العائليه والتجمعات الاسريه لازم نستفيد منها كويس جدا جدا، لان هي مهمه جدا لدعم حالته النفسيه. رقم ثلاثة واخر حاجه، ما نحولش التجمعات العائليه لاستجوابات، قلت ايه وخدت علاج ايه واخر مره رحت يا دكتور امتى، لان كل الحاجات دي بتزود من الضغط النفسي والضغط العصبي على مريض السرطان. فنحاول نخليها تجمعات بسيطه وخفيفه ندعمه فيها نفسيا، عشان يعدي الشهر على خير ان شاء الله، ويخرج من الشهر بصحه كويسه. وكل سنه وانتم طيبين، وكل بطل من ابطالنا بخير وبصحه ان شاء الله.